طيب خلوني اخد حضراتكم للاسماعيليه، وعايزه اسمع من شهيد لاعمال البلطجه ايه قصه استشهاد ابنها. خلوني اسمع من الاستاذه كريمه حلمي والده الشهيد محمد حسن. يعني ست كريمه، بعد ما بصبح على حضرتك ويا رب يكون قلبك هدي شويه يعني بعد هذه المده لكن انا عايزه تحكي للمشاهد قصة استشهاد محمد وكان عنده كام سنة؟ ايوه استاذ. اتفضلي. انا معايا ابني محمد عنده 13 سنة و7 شهور. 13 سنة و7 شهور. 13 سنة و7 شهور. كانوا طالعين هو واخوه على التروسيكل يشتغلوا. تمام. الاثنين. اخوه اللي اكبر منه. فده ابوه قابله في السوق. ابوه قابله في السوق، ده طلبات من السوق. فاخد اخوه فقال له تعالى ودي له الطلبات دي وسيب اخوك مستني هنا لحد انت ما ترجع له. فده اخوه ودى الطلبات ورجع يشوف اخوه ما لقاهوش. الكلام ده من امتى؟ الكلام ده في شهر 8. شهر 8. تمام. فده ابوه قعدنا ندور على الولد، اصلا هو ما كانش بيعرف يسوق التروسيكل، اخوه اللي بيسوق التروسيكل. فقعدنا ندور وبلغنا المستشفيات والاقسام وكده فما لقيناش حاجه. قعدنا لثاني يوم لحد الساعه 2 جانا خبر من المستشفى الاميري في عيل يعني مخنوق مشنقينه بسلك كهرباء ومخيطينه في الحاف وراميينه على ترعه كيلو 2. ومخيطينه في الحاف؟ مخيطينه وحاطين معاه هدوم ومخيطينه في الحاف وراميينه على الترعه. واحد يعني راح واحد بتاع زباله بينقي زباله اكتشف الولد. فراح طلعه وايه، هو ما كانش في الميه كان على الشط، وراح مبلغ وراح ادت الحكومه خدته. في ناس من عندنا هنا راحت اتعرفت وده تقول لنا الولد لابس ايه، فاحنا قلنا لهم على هدومه اللي هي لابسها. بعد ما راح ابوه يتعرف عليه ما عرفش ملامحه، عرفوا من هدومه. ليه ما عرفش ملامحه؟ ما عرفش ملامحه من اللي هم عاملينه فيه. مشوهين الجثه؟ مشوهين القصه خالص، مشوهين وشه ومش باين ملامحه خالص. ابوه عرفه من تعويرات في رجليه كان مغير له عليها قبلها بيوم ومن هدومه. طيب وبعدين؟ مين اللي خطفوه؟ مين اللي خطفوه او يعني خطفوه ناس من كيلو 2. واحد اسمه سميهم اسم الشهرة محمد، 2 اخوات هم اسمه محمد بندا وعمرو بندا، وواحد اسمه خالد من حي السلام. دول على خصومه معاكوا يعني ولا ايه؟ لا ولا نعرفهمش. طب ايه اللي خلاكي متاكده ان دول اللي خطفوا ابنك؟ ما احنا بقى في واحد تاني يوم ما يدفن الولد، واحد راح ابعت ويجيب بطاريه تورسيكل، فبيحكي القصه لواحد هناك بتاع تورسيكلات بيقول له الامر كذا كذا، قال له التورسيكل ده داني وعليه 4 فيهم واحد من كيلو 2 انا عارفه. فاحنا خدنا بعضينا ورحنا، خدوا يعني اهله خدوا بعضيهم وراحوا طلعوا على كيلو 2. راح الواحد تاني بتاع خرده قال لهم التورسيكل ده داني وانا اتعرض عليا للبيع وانا ما رضيتش اشتريه. طيب فروحنا قلنا له طب انت عارف العيال؟ قال لي التورسيكل ده راح 11 اتباع في 11 للعرب، لناس عرب. يعني ابنك دفع ثمن التورسيكل اللي كانوا عايزين يسرقوه؟ لا. يعني قتلوا الولد ليه؟ كيلو 11 حبيبتي قتلوا الولد ليه؟ فرحنا احنا جبنا التورسيكل. الحكومه طلعت يعني دابت التورسيكل ودابت 2 عليه من اللي هم قتلوا الولد. ايوه، ليه اتقتل ابنك؟ واحد اسمه عمرو بندا. ليه اتقتل؟ واحد اسمه محمد. مش مين قتله، يعني ايه السبب؟ قتلوه ليه؟ قتلوه عشان خدوا التورسيكل. عشان يسرقوا التورسيكل قتلوا الولد؟ عشان يسرقوا التورسيكل. عشان يسرقوا التورسيكل ويبيعوه. انت عندك كام ولد يا كريمه؟ انا عندي 5 وبنت. عندك 5 ولاد وبنت غير محمد؟ عندي 5. عندي 4 دلوقتي 4 وبنت. وجوزك بيشتغل ايه؟ جوزي عامل يعني بيشتغل ارزاقي. طيب ودلوقتي اللي عملوا كده في محمد مقبوض عليهم؟ مقبوض عليهم هم ال4.
طيب يعني نارك بردت شويه ان الحكومه عرفت تجيب اللي قتلوا ابنك؟ لا انا ناري هتبرد لما يحكموا عليهم بالاعدام. انا طالبه القصاص، طالبه ليهم اعدام عشان في اللي عملوه في الولد. طب عايزه اسالك كريمه، هو الاربعه دول من واقع التحقيق يعني ايه قالوا عملوا فيه كده ليه؟ بيقول لك عملوا فيه عشان خدوه، بيقول لك احنا كنا سارقين حديد. بيقول لك احنا كنا سارقين حديد واخدنا الولد شايل حديد، شيلوه قالوا له تعالى معانا، قال لهم انا ما اعرفش اسوق التروسيكل، اخويا انا مستني اخويا. قالوا له تعالى احنا هنسوق التروسيكل واخوك مستنينا في حته كذا. خدوه وشالوا المسروقات على التروسيكل ومشيوا بيه. ده هناك عندهم هناك الولد لما شاف الحاجه مسروقه قال لهم انا مش هشيل حاجه بس سيبوني اروح. راحوا قال احسن ابلع عنك، هم قالوا كده، فراحوا موتوا الولد عشان كده. ابنك كان راح مدرسه ولا بيروح مدرسه؟ في مدرسه، كان رايح تاني اعدادي. السنه دي كان رايح تاني اعدادي. بيعرف يقرا ويكتب ولا اي كلام؟ لا يعرف يقرا ويكتب. بجد؟ بجد. وانا دوسيه لسه ما سحبتوش من المدرسه. كريمه انت نفسك ولادك يطلعوا ايه؟ انا نفسي ولادي يطلعوا احسن ناس. طب هيطلعوا ازاي احسن ناس والوضع كده وانت عماله تخلفي الخلفه دي كلها؟ طب اعمل ايه يعني؟ يعني ربنا بيقول اسعى يا عبد وانا اسعى، بيقول فكروا. يعني انا مثلا ظرفي طلع صعب شويه، يبقى على الاقل اخلف 2 3 4 علشان اعرف اصرف عليهم. واحد يبقى بيعرف يقرا ويكتب عشان يعرف يطلع رخصه يشتغل سواق. ما انت عارفه دلوقتي من غير شهاده محو الاميه ما عادش فيه لازمه لاي انسان على الارض. هو بيعرف يقرا ويكتب، كان رايح تاني اعدادي، راح المدرسه رايح تاني اعدادي، والدوسيه بتاعه في المدرسه لسه ما سحبتوش لحد دلوقتي. طيب خلي عندك ثقه في ان ربنا هيجيب القصاص وبالطريقه اللي احنا بعدين هنفهمها. وقد ما قلبي معاكي نفسي انت وجوزك تقعدوا كده تقروا قرآن وتقولوا لبعض انتوا عايزين ايه في دنيتكم، عايزين تكملوها ازاي. لان لو قعدنا كده مش مهم وده احنا عمالين نخلف وربنا بيرزق، يعني ده مش تفكير صح. ليه؟ لان انت بتقولي جوزك بيطلع باليوميه، فممكن يوم يجيب كويس وممكن يوم ما يجيبش. وانت دلوقتي معاكي 4 ولاد ربنا يخلي، ومعاكي بنت. الله يخليك. فاحنا يعني قد ما قلبي معاكي قد ما نفسي نبقى عندنا احساس ان ربنا هيسألنا، لان دي انفس انت وجوزك مسؤولين عنهم لحد ما يوصلوا السن القانوني. عارفه محمد ده في جزء من ان انت خسرتيه انت والاب مسؤولين عنه. الدين بيقول كده، لان انتوا اللي خلفتوه، انتوا اللي جبتوه الدنيا. ماشي؟ يعني انا قلبي معاكي وربنا يا رب يبرد نارك. وعلى الاقل كويس ان انت من المحظوظين اللي الداخليه عرفت تجيب اللي تسببوا في القتل، ودلوقتي هتكافحوا ورا المحامي علشان تثبتوا عليهم التهمه، زي بالظبط الطفله بتاعت بورسعيد اللي برضو طالبه الاعدام. انا نفسي بقى يعملوه قضيه راي عام. انا ما كنتش عارفه اوصل لحد. اللي وصلني الاستاذه مها رقبه سيدات الاسماعيليه، هي حكيت لها القصه بتاعتي وهي اللي وصلتني الاستاذه مها الخياط. انا اماني الخياط. طيب هتستفيدي بايه؟ ده هتكون قضيه راي عام. استفيد انهم انا مش عايزه حاجه غير اعدام. عارفه يا كريمه لو سالتيني يعني بما ان انت وصلتي لي علشان تبقى قضيه راي عام، احنا عايزين حق الولاد دول انهم يعيشوا طفولتهم، مش ان هم يشتغلوا ويسرحوا ويجيبوا فلوس لام واب بيخلفوا من غير ما يفكروا. حق محمد حسن ده ان يقدر يروح المدرسه ويبقى عنده حلم انه يتعلم. هو كان بيروح المدرسه، هو بيروح المدرسه، ده الكلام ده كان في الاجازه. ماشي يا كريمه، انت وصلتي لي والحمد لله. انا عرضت الموضوع بتاعك وعايزاكي تفكري بعد ما تهدي شويه في اللي احنا بنقوله مع بعض ده، وربنا يكرم وبعد شويه نشوف القضيه هتوصل لفين، ووقتها ممكن نكلمك مره تانيه. شكرا يا كريمه، شكرا.